السلام عليكم. في عربية لوكال جوب عملت مشكلة مع صاحبها. أول سنة بقى منتشرة طبعا عربية وش عين من غير مية، فالراجل بتاعها مش سلم. فاحنا فكينا لقينا إنها كانت معمولة عمرة كده وعملها جديدة تمام؟ وش السلندر طبعا ده الوش السلندر بعد ما عملناه. احنا عملنا طقم بيت سباب وطقم رودين وفريزر واستوبرات وعملنا لحام كان فيه بارومه. انا بتاسف طبعا احنا اصلا ما صورناش قبل، معلش. صورناه قبل. طب كويس جدا تمام. ف كده ان شاء الله غيرنا جلد سباب ورودين وفريزر وطقم سباب وجبنا جوان جريد لسبب. ايه هو السبب؟ ان احيانا البلوك ده لو في نسبه بيقفع 1% تمام، فالجوان اللي هو الجريد بيركب بيظبط الوش كله اسطمبه واحده وستاندر واحد. طبعا احنا غسلنا وهنقفل تمام وهنجرب وربنا يسهل. كل حاجه معانا صاحب العربيه اهو. قول الحمد لله. وقول للناس كلها تيجي تتعامل مع يوسف لوحده. اشمعنى؟ امانه وثقه وبسم الله ما شاء الله يعني اقل ما كده. انا سمعت ارقام خرافيه يعني. انا اتصلت المركز مشهور للرينو اسمه مدينه نصر، مركز ثالث الواحات. بسم الله ما شاء الله اول كلمه طلعت منهم شورت البلوك او عمره كامله. ازاي مش عارف يعني. انا بتكلم في جوه نص سلندر دخلني في عمره كامله ودخلني في شورت البلوك. يعني اول ما جيت ليوسف قال لي احنا هننزل على الله وزي ما تيجي يعني. والحمد لله انا جيت واتعاملت مع الراجل ده بدل مره اكتر من 3-4 مرات على مدار شهر من ساعه ما جبت العربيه. لقيت عنده كل حاجه بما يرضي الله. دي اهم حاجه. اللي سالت عن مسادك كوبلي وذكرانك الامامي، سالت عنهم بكام وانا جبتهم بكام؟ بلاش اقول عشان خاطر ايه؟ الناس ممكن تتخض من اللي هتسمعه. انا سعيد نزلت بنفسي سالت على الناس المسلمين على ريسيف كوبلي منين وريسيف فرنك امامي. اتقال لي بدأ من 1300 و1400 ونسيب فرنك اتقال لي 900 و1100. يعني بلاش تقول احنا جبناهم بكام عشان ايه؟ خاطر ربنا وخاطر الرزق بتاع الناس. بس انا جبتهم باقل من كده يمكن 10 اضعاف والناس تفهم. وطبعا يوسف هو اللي قال لي اجيبهم منين ومن حد هو بيتعامل معاه. ونسيب الصبار طقم جلد السباق قال لي عليه 1300 جنيه. الراجل ده بعتني عند حد انا جبته من عنده 450 اصلي بالورقه بتاعته مش اللي هو الصيني. ان شاء الله نقفل والله. في حاجه يا استاذ محمد نسيتها. الراجل ده فك كوره الترموستات عندي عشان كل اللي معاه رينو كاتشار ياخد باله من الموضوع ده. فك الكوعه دي بقى اللي انا حابب اتكلم عليها. لا الكوعه بالمنظر ده، الكوعه ملغيه وهي اللي كانت السبب ان الميه تسخن معايا وتضرب وتعمل كده. الكوعه عندي طلعت ملغيه وانا ما كنتش اعرف. لازم يكون فيها ترموستات يقفل ويفتح. فالله يبارك له. الترموستات ملغي تماما تمام. الله يبارك له جاب لي كوعه ترموستات اصليه والثمن يعني نص الثمن اللي موجود في السوق. في كوعين طبعا. معلش. كوعين تمام. ده بيكون الترموستات الداخلي. ممكن اديه معلش. ثبت ايدك كده. تمام. دي الجديده ودي القديمه. الراجل شايل العربيه من غير الترموستات الداخلي ملغي. الصوص تمام. الصوص الداخليه طبعا مفيش قد اختلاف اهي. كوع تمام اهي ماشي. طبعا ده طبعا بيبقى خرطوم. ده احنا ممكن نعمله طب عادي. اهم حاجه عندي المخرج ده والمخرج ده. المخرجين دول كده اصلا هم ملغيين. فانا عادي بجيب لهم طبه والجمعه عادي مش مشكله خالص. بشغل ده وده بس تمام. هنقفل وربنا يسهل. السلام عليكم.